السلام عليكم المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير ان شاء الله يا ربي. المهم جيت البنات نشارك معكم هاد الغريبه من احسن الغريبات عندي انا وعند الزوج ديالي، اللي كتجي غزاله ومعلكه ولذيذه في نفس الوقت واقتصاديه. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. هاد المقادير اللي غادي نعطيكم كتخرج هاد الطبيصيل هذا غزال ما شاء الله، وكتجي معلكه وكتذوب في الفم ذوابا. اي حاجه درتها وعجبتني كنشاركها معكم. هذه صراحه هاد الغريبه هذه كانت تديرها الاخت ديالي الله يرحمها، كنتمنى تدعيو معها كاملين بالرحمه والمغفره. المهم الزوينات ديالي تابعوا الفيديو حتى الاخر، ما تمشيو فيه وانتم غادي نحل معكم وحيده وغادي تشوفوها كي كتجي البنات. تجي غزاله ومعلكه، شوف زوينه 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 بزاف. فن هاد الغريبه هذه من احسن الغريبات، غادي تعجبكم، واقتصاديه وفي نفس الوقت صحيه. تابعوا الفيديو حتى الاخر، ما تمشيو فيه وما تنساونيش الزوينات من اللايكات ديالكم والتعاليق الزوينه. يلا خليكم مع الفيديو. بسم الله على بركه الله. والله ما كنت غادي نصور هاد الغريبه هذه، عرفتي البنات، ولا مع التصوير انا وياها غير خير والاحسان، ما بقيتش كنحمل نصور ولا شي حاجه، ما عرفتش علاش. المهم قالت لي واحد صاحبتي كنا كنهضر انا وياها في الواتساب، قالت لي صوري هاد الغريبه اللي غديري. قلت لها غنوض ندير واحد الغريبه للزوج ديالي نلقاوها كيفطروا بها. قالت لي صورها. كاس ونص ديال السكر، هنا ممكن ديروا 2 كيسان. انا كنقص الحلاوه كندير غير كاس ونص ديال السكر. حكيت واحد البرتقاله حيت غادي ندير نكهه البرتقال ورشه الملحه، واحد الساشيه ديال زهره البرتقال. غادي نزيد واحد النكهه ديال البرتقال حيت دايره حكه القشره. غادي نزيد واحد معلقه هكا صغيره، نص ما كاملش ديال الليمونه اللي حكيت برتقاله عصرتها هكا. وعندي هنا 3 ساشيات ديال الخميره. انا قلت لكم غادي نبقى نخدم وغادي نقول لكم المقادير حيت ما كنتش موجوده باش غادي صراحه نصور. واحد معلقه كبيره ديال الكونفيتور، وغادي ندير 2 كيسان ديال الزيت المائده. غندير كلشي في القصريه وعاد غادي نخدم. ما فيها لا زبده لا حتى شي حاجه، غير الزيت. وغادي ندير 5 ديال البيضات، هما اللي عندي. نتوما عندكم البيض ديروا 6، انا غادي ندير غير 5. وغادي نخدم كلشي. وغادي ندير تقريبا واحد الزلافه كبيره ديال الكاوكاو. انا معكم. هاد غريبه البنات صحيه، غادي نديرها بالدقيق الكامل. كتجي غزاله وكتجي سفنه وكتجي منسمه. هنايا عندي كاوكاو الاحمر اللي حمرته هكا وطحنته باش تجينا من السما. وعندي هنا كاوكاو كنت خدمت به وبقى ليا هنايا داك المفسوق نطحون حتى هو غادي نزيدو. ما كاينلاش نخليه، كان عندي في الكونجيلاتور، غادي نزيدو حتى هو. وغادي نخدم كلشي بيديا، غادي نخدم كلشي ان شاء الله هكا. البيض والسكر وكلشي غادي نخدم كلشي. ساهله هاد الغريبه ولكن راه كتجي غزاله البنات ما شاء الله، كتجي زوينه. المهم غادي نخدم هادشي هكا. نتوما راه دغيا كيتخلط حيت هاد الكاوكاو هذا مرمل، دغيا كيتخلط لنا البيض مع السكر مع ديك المعلقه ديال الكونفيتور. غادي نخلط هكا كامل وباش نجيب حدايا الدقيق الكامل. هانتوما البنات من بعد ما خلطت كلشي حتى بدا كيطلق ليه هكا الخيط، صافي. هنايا عندي كما قلت لكم الدقيق الكامل البنات. هانتوما بنخالتو محيده منه غير ديك الغليظه، ولكن هانتوما بالنخاله ديالو كتجي هاد الغريبه صحيه، كتجي زوينه. ما غاديش نضيفها كامله، غادي ندير شويه بشويه حيت كتعرفوها راه الدقيق الكامل كيشرب. صافي وغادي نزيد الخمارات. وفي هاد الاثناء انا غادي نمشي نجمعها، غادي نخليها ترتاح وغادي نمشي ندير الفران يسخن. وسخت يدي ما راه خصني فاش نبدا نخلطها ندير الفران خصو يكون سخون البنات. هكا الطريقه غادي نجمعها. راه كتجي لذيذه البنات، تجي زوينه بزاف. كتحط واحد الكميه تبارك الله ما شاء الله لا باس بها. يعني هذه ممكن الفطور،
اللي بغى يزيد معاها حتى واحد شويه ديال الزنجله مطحون، شويه ديال الكوك محمر ومطحون، كتجي غزاله البنات. هانتوما مازال غادي نزيد لها شويه. كنحاولوا ما نديروش الدقيق كامل، شويه بشويه وحنا كنخدموا، ما نزربوش عليها، على ما نمسح يديا ونشعل الفران ووجد اللاطه اللي غتدخل الفران، نفرش فيهم هذا الورق ديال الطبخ. انا غير غادي نخليها كانتوما راها جاريه ولكن راها كتشرب، الا زدتو قصحتوها غادي تجيكم غريبه مدقصه كما كنقولوا. غادي الزوينات ديالي من بعد ما شربات ليها نتوما، ها هي واخا غنكورها ما غتلصقليش في يدي، راه قلت لكم كتشرب. المهم بقى ليا واحد شويه، المهم نتوما على حسب الخليط ديالكم، انا قلت لكم تخليوها تشرب بحال غريبه السميده والمعلكه. صافي دابا غادي ندير يدي في الماء وغادي نكور من بعد ما وجدت اللاطه ديالي الحجم نتوما اللي بغيتوه. وغادي ندير السكر كلاص. هادشي علاش انا ناقصه من الحلاوه، هي راه كيدار فيها 2 كيسان، ولكن كون ما نقصتو من الحلاوه احسن ليكم البنات، لحقاش هي غتولي تفند في السكر كلاصي. هانتوما والفران راه عندي كيسخن، الطيب ديالها بحال غريبه ديال السميده. غادي نشكلها هكا وراه كتجي زوينه، كتجي غزاله، ما نقولكمش كي كتجي. غادي ندير واحد، درت انا الطبسيل صغير اولا هذا الاناء اللي دايره فيه السكر كلاصي صغير. طريقه سهله وباينه. هانتوما هكا هذه انا ما غاديش نديرها في السكر كلاصي كامله، غير الوجه ديالها هكا، وغادي نحطها صافي في اللاطه ديالي. هانتوما هكا غير الوجه، ما غاديش نديرها كامله بحال غريبه المعلكه باش ما تجيناش حلوه بزاف. طريقه الطياب كما قلت لكم راها بحال المعلكه، بحال غريبه السميده، بحال غريبه اللوز. غديروها لتحت حتى تشقق وديروها الفوق. سمحوا لي البنات راني وليت طلاشي بزاف تنتمتم. المهم العافيه غتجي فوق منها بحال الطريقه اللي وريتكم ديال المعلكه اولا ديال غريبه السميده. المهم غادي نديرها ان شاء الله تتشقق وعاد نهزها الفوق. هانتوما البنات ها اللاطه الاخرى عطاتني ديك اللاطه وهذه. المهم فاش هانتوما البنات شوفوا كي كتشقق كتجي غزاله فن البنات، ما نقولكمش كتجي بحال غريبه ديال الكاوكاو والمعلكه اولا غريبه السميده. شفتوها العافيه راها كما كنقول لكم دائما وهي لتحت. ها الاخرى من بعد ما تشققات لي طلعتها الفوق طيب. المهم هذه هي الطريقه ديال الطياب ديالها. من بعد ما تخرجوها من الفران ما تقيسوهاش، خليوها حتى تبرد وتشد راسها، عاد حيدوها او ديروها عاد ديروها في طبق التقديم. هانتوما البنات غير خليوها حتى تبرد مزيان. شوفوا ما تخليوهاش حتى تحمر اكثر من هكا باش ما تقصح ليكمش. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتخليوها لي في كومونتير. وبسلامه عليكم مع فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش الزوينات من لايك ديالكم والبارطاج مع الحباب والاصدقاء. بسلامه مع فيديو اخر ان شاء الله.